لما ولدته أمه وتكلم في المهد، أول الكلمات التي نطقها منها: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأول ما تكلم الله عز وجل مع موسى عليه السلام كليم الله ماذا قال له؟ وأقم الصلاة لذكري. كل الأنبياء كانوا يحافظون على الصلاة، بل إن من الأنبياء من دعا ربه أن يصلي في قبره. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم كان يشجع الصحابة على الصلاة، لأن الإنسان الذي لا يصلي لا خير فيه، والصلاة كلها خير. انظروا لهذا المثل الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو أن نهرا عند باب أحدكم، نهر عند البيت يغتسل فيه كل يوم 5 مرات. تخيل إنسان يتسبح يغتسل 5 مرات باليوم، مو أي ماء نهر. قال: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وانظروا لهذا الوصف الدقيق أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان نعرف فضل الصلاة، يقول: تحترقون أي تحريقكم الذنوب والخطايا. قال: فإذا صليتم الظهر غسلتها. الله أكبر. الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهم، يعني إذا أذنبت ذنوبا صغيرة ولو أكثرت منها فصليت الظهر تغسل الذنوب في الضحى. قال: ثم تحترقون بين صلاة الظهر والعصر، تكثر الخطايا والسيئات. قال: فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم إذا صليتم المغرب غسلتها، والعشاء والفجر. إذن الصلاة تكفر الذنوب والخطايا. جاء في بعض الروايات أن المؤمن إذا قام في الصلاة، انظر هذا الفرق بين الذي يصلي والذي لا يصلي. الذي لا يصلي امتلأ بالذنوب والسيئات، ليست فقط الصلاة بل حتى الذنوب الأخرى لا تكفر. إذا قام المؤمن ليصلي لله عز وجل أتي بذنوبه، جمعت ذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقه، فإذا ركع أو سجد تحاتت خطاياه. فزد يا عبد الله ما شئت من ركوعك، وزد ما شئت من سجودك، فإنما تحط من خطاياك حطا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. كان يوصي أصحابه يقول لهم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. من منا يحب أن يرى الله عز وجل في الجنة؟ كلنا نحب الله. من أعظم النعم وأكبر الفضائل أن الإنسان يرى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة، الوجه يتغير يصير جميلا نضرا. ليش؟ إلى ربها ناظرة، لأنها فقط نظرت إلى وجه الله. تعرفون كيف ننظر إلى الله عز وجل؟ ما هو الطريق؟ اسمعوا للحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طيب شلون نشوف ربنا؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، يعني صلاة العصر، فافعلوا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كان الأولون إذا صلوا يتلذذون بالصلاة،
ينتظرون الصلاة إلى الصلاة الأخرى، يشتاقون إليها. يقول أحد الصالحين: والله ما حضرت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها منذ أسلمت، ما في صلاة إلا اشتقت إليها قبل أن تأتي. هكذا تعلقت قلوبهم بالصلاة. الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أنجح وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الله عز وجل أمرنا بالركوع، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. يأتي رجل ربيعة بن كعب يوضئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يساعد الرسول في الوضوء، فقال له النبي لما رأى في وجهه سيم الصلاح وحب الخير، قال له: سلني ما بدا لك، ماذا تريد؟ أي شيء تريده؟ هل طلب دنيا؟ لا والله. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك، أفضل مكان في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال له النبي: اجلس وينتهي الأمر؟ لا، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عليك بكثرة السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا محى عنك بها خطيئة ورفعك بها درجة.